الحاجة اللي انت ما تقدرش عليها ربنا يقدر عليها. كل حاجة ممكنة. لازم تتأكد وتعرف ان العالم كله في ايد الله، ان حياتك ومستقبلك في ايد الله، ليست في يد انسان ولا في يد اعداء ولا في عوامل بشرية ايا كانت ولا في حوادث ولا حاجة بقى. حياتك، مستقبلك، مصيرك، راحتك كلها في ايد ربنا. ما دام في ايد ربنا تنام وتستريح بالايمان. لازم كده، لازم تعرف ان ربنا ضابط للكل، واخد باله من كل حاجه، مش خلق الدنيا وسابها، خلق الدنيا وبيرقبها. وفي آية معزية في المزامير تقول ايه؟ الله لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. جايز يترك العصا تصيبهم، يعني تخبط فيهم خبطة، لكن تستقر لا، تستقر لا. داود يقول ايه؟ يقول على ظهري جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. طب وبعدين؟ الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة. فالراجل المؤمن ما بيهموش يعيش مع ربنا في فرح وفي سلام، ولا يهمه لا ضيقات ولا مصاعب ولا تعب. يقول لك ربنا قادر على كل شيء. إن لقى ضيقة يقول ربنا هيخلصني منها.